النهارده هاكلمكم عن جهاز من الفئة المتوسطة من اوبو، وهو الاوبو A6 برو، ودي اول مرة اتكلم فيها عن جهاز من سلسلة الاي خاص بشركة اوبو. ولكن انا اضطريت ان انا اتكلم على الموبايل ده لان الموبايل ده عامل ضجة كبيرة جدا الفترة اللي فاتت، وناس كتير بتتكلم عنه وناس كتير بتسألني عنه. فهقول لك ايه مميزات الجهاز، وايه هي عيوب الجهاز، وايه المواصفات بتاعة الجهاز اصلا، وليه انا شايف من وجهة نظري ان الجهاز ده تسعيره غلط. ولكن قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك الفيديو، وكمان انزل اعمل سبسكرايب وكمان اشترك في القناه عشان نوصل ل 250 الف مشترك في اقرب وقت، وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. ويلا بينا نبدا الفيديو سريعا جدا جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. بقالنا سنتين بندعي دايما لاخواتنا ان ربنا ينصرهم، والحمد لله اخيرا تمت الاتفاقية السلام، وان شاء الله ان شاء الله يرجعوا يعيشوا حياتهم احسن من الاول بكتير. خلينا نبتدي اول حاجة ونتكلم عن تصميم وخامات الجهاز. الجهاز هنا جاي بخامات بلاستيكية بالكامل، طبعا ما عدا الشاشة اللي بتيجي من الازاز، مفيش شاشة بلاستيك يعني. المهم الظهر من البلاستيك والفريم كمان من البلاستيك، مقاوم للخبطات وللصدمات اكتر، يعني بيكون بلاستيك مقوي. الجهاز بيجي بتصميم مربع كده للكاميرتين اللي ورا، وبصراحة في ألوان غريبة جدا في الجهاز، وأشكال برضه غريبة، وعاملين لك كده على الجهاز حاجات مموجة. بصراحة تصميم الجهاز ممكن يعجب فئة كبيرة من الناس، ولكن أنا شخصيا تصميم الجهاز ما عجبنيش، لأن أنا عامة بحب التصميم السيمبل اللي بيكون مفيهوش شغل كتير، يكون التصميم بسيط أبسط ما يكون. ولكن برضه للأمانة في اللون الأزرق تصميمه بسيط جدًا، ما فيهوش اللعب اللي في الضهر اللي في اللون الأحمر، فبصراحة أنا عاجبني تصميم اللون الأزرق أكتر من اللون التاني. من أكتر الحاجات اللي بتميز الجهاز ده إن هو بيدعم الNFC، يعني تقدر تستخدم تقنية الNFC عادي جدًا على الجهاز ده. تاني حاجة الجهاز بيجي 5G، فتليفونك لو حاطط فيه شريحة 5G وأنت قاعد في مكان واصل له شبكة ال5G في مصر، فالموبايل هيشتغل معاك 5G عادي جدًا. الجهاز كمان بيجي بوزن 185 جرام، وده وزن ممتاز جدًا. الجهاز في إيدك مش تقيل إطلاقًا ومش خفيف أوي، لأ الجهاز وزنه كويس جدًا في الإيد. والجامد بقى إنه بيجي مقاوم للماء والغبار، معيار IP68 وIP69، فده معيار قوي جدًا في الفئة دي. أما بقى بالنسبة لتصميم الشاشة، فهو تصميم الشاشة عصري جدًا، لأن الحواف بتاعة الشاشة مش كبيرة، الحواف بتاعتها كويسة أوي، وكمان بيجي بالهول بانش الخرم الصغير بتاع الكاميرا اللي بصراحة مدي شكل أنيق جدًا للشاشة. الجهاز ده كمان بيجي بمنفذ شريحتين فعليتين، يعني تقدر تركب فيه شريحتين، مش محتاج إن أنت تستخدم الeSIM. ولكن اللي عجبني أكتر من التصميم مواصفات الشاشة، لأن الشاشة عندك هنا AMOLED Full HD Plus، شاشة بكثافة بكسلات 397 بكسل لكل إنش، وده كافي جدًا وفي الفئة المتوسطة كويس أوي إنه يقدم لك شاشة شارب وألوانها كويسة والحدية بتاعتها ممتازة، مع تردد شاشة 120 هرتز، يعني سلاسة ما بعدها سلاسة في التصفح بتاع الجهاز. ونسبة سطوع الشاشة هنا بتوصل ل 1400 نتس، وده على ما أظن مقارنة بأجهزة تانية في الفئة المتوسطة فهو قليل نسبيا، لأن في أجهزة دلوقتي بقت تدي أرقام خزعبلية. الشاشة بصراحة سلسة وألوانها مشبعة، هتستمتع بالشاشة لو بتتفرج على محتوى. شاشة أوليد ألوانها حلوة جدا، وبصراحة شاشات أوبو عموما الفترة اللي فاتت بتقدم تجربة مميزة. نيجي لتالت حاجة وهي الأداء. الجهاز ده بيجي بمعالج الدايمنستي 6300، معالج بتقنية ال6 نانومتر، والجهاز بيجي بمساحة 256 وكمان 8 جيجا بايت رام. طب هل المعالج ده قوي ولا ضعيف؟ المعالج لا قوي ولا ضعيف، معالج متوسط هيقدم لك تجربة لذيذة، تجربة مش واو. ومقارنة بالأجهزة اللي في الفئة المتوسطة فهو معالج متواضع شوية، لأن في أجهزة في الفئة دي بتقدم تجربة أفضل منه بحبة حلوين، لأن المعالج ده أصلا كان بينزل في أجهزة جيل أقدم في أجهزة تانية أو من شركات تانية. فبصراحة دي حاجة غريبة جدا في السلسلة دي، لأن سعر الجهاز مش قليل. يعني سلسلة الإيه عموما من أوبو المفروض إن هي سلسلة أسعارها كويسة وبتقدم معالج كويس، ولكن للأسف تسعير الجهاز ده غريب جدًا. الجهاز ده في مصر تسعيره 17,000 جنيه لمساحة 256 و8 جيجا بايت رام. أنت بتتكلم لو زودت 2000 جنيه بس هتجيب السامسونج A56 وأفضل منه في كل حاجة. أما بقى بالنسبة للكاميرات فالمفروض إن في كاميرتين في الضهر، كاميرا أساسية 50 ميجا بكسل،
وكاميرا 2 ميجا بكسل خاصة بالعزل والحاجات اللي هي الغريبة دي. يعني من الآخر بتستخدم في تصوير البورتريه، بتعمل لك عزل أو بتقيس البُعد أو العمق بتاع الصورة عشان تقدّم لك عزل قريب من الحقيقي. ولكن العدسة الأساسية ال50 ميجا بكسل فتحة عدسة f1.8 بتقدّم تجربة لذيذة، وألوان الصور بتاعة أوبو بتكون ألوان كويسة أوي. في ناس كتير بتحب اللوك بتاع اوبو. ولكن الغريب برضو ان الجهاز هنا اخره في التصوير 1080، مفيش 4K، على عكس اغلبية اجهزة الفئة المتوسطة اللي كلها يعتبر بتصور 4K 30 فريم على الاقل. من مميزات الجهاز ده برضو ان بيجي بسماعات ستيريو وصوت قوي، صوت بيقدم لك تجربة مميزة في مشاهدة المحتوى. والكاميرا الأمامية كمان هنا 16 ميجا بكسل، فتحة عدسة f2.4، فتحة عدسة بصراحة ضيقة شوية. طبعا الجهاز كمان فيه مستشعر بصمة تحت الشاشة، وكمان فيه فيس اي دي او اللي هو الفيس انلوك، بلاش نقول فيس اي دي لان فيس اي دي مفيش حد بيعمله زي ابل، غير طبعا هواوي اما كانت بتعمل فيس اي دي بصراحة تجربة خرافية يعني فيس اي دي، وفي فرق كبير جدا ما بين الفيس اي دي والفيس انلوك. والجهاز كمان بيجي بمنفذ تايب سي، وبيشحن الجهاز سريع، بيشحن الجهاز بسرعة 80 واط، ودي بصراحة سرعة كويسة وقوية جدا. مقارنة كمان ان البطارية هنا على قد حجم الجهاز، ان هو مش تخين ومش كبير قوي، ولكن البطارية هنا 7000 ملي امبير، بصراحة بطارية جبارة. الجهاز هيكمل معاك اليوم مستريح، مفيش اي مشكلة. كمان ممكن تشحن بيه موبايلات تانية اصلا. بطارية 7000، انت متخيل تقدر تشحن بيه موبايلات تانية عادي جدًا. طبعًا الشحن العكسي هنا 5 واط بس بيكون بطيء، ولكن دي ميزة قوية لو أنت معاك إكسسوارات أو أي حاجة وحبيت تشحنها في أي وقت وهتفصل منك، بمجرد إن أنت توصّلها بالموبايل هتشحن أوتوماتيك. وطبعًا الجهاز بييجي بالأندرويد 15 وبواجهة الColor OS 15. اتكلمنا عن كل مواصفات الجهاز، تعالَ أقول لك بقى عن عيوب من وجهة نظري والمميزات. خلّينا نبتدي بالمميزات الأول، وأهم ميزة إن البطارية هنا 7000 ملي أمبير وسرعة الشحن 80 واط، ودي مميزات قوية أوي في الجهاز وعجباني بصراحة بشكل مش طبيعي. فكرة إن الجهاز بيجي بمعيار IP69 فدي حاجة رهيبة. الشاشة كمان الأموليد الفول اتش دي بلس اللي بتيجي بتردد 120 هرتز، شاشة كويسة أوي وألوانها حلوة. والسماعات طبعًا الاستيريو اللي بتقدم تجربة لذيذة أوي وتجربة محيطية، فدي من ضمن الحاجات اللي عجبتني في الجهاز بشكل كبير. أما بقى عيوب الجهاز فهي بالنسبة لي عيوب غريبة شوية، عيوب غريبة شوية لأنها ما كانتش هتبقى عيوب أصلًا لو الجهاز ده اتسعر بسعر أقل من كده، ولكن فكرة إنك تسعر الجهاز 17,000 جنيه، فبالنسبة لي أول حاجة المعالج الداينستي 6300 ده معالج قليل مقارنة بالفئة السعرية ومقارنة بالموبايلات اللي في الفئة المتوسطة. فكرة تصوير الفيديو الفول اتش دي ده شيء برضه غريب جدا، لأن المفروض في جهاز بالسعر ده تصور على الأقل 4K 30 فريم، غير أصلا إن المعالج ده يعتبر هو نفس المعالج اللي في نسخة ال 4G، يعني نفس القوة، ولكن فرق بس المودم اللي بيخليك أو بيخلي الجهاز يشتغل 5G. وهي دي بس كانت عيوب الجهاز من وجهة نظري، ولكن هو الجهاز بصراحة بيقدم تجربة متكاملة، تجربة كويسة، تجربة لذيذة، ولكن لو سعره قل شوية. وبس كده، وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، بس ما اشتركتش انزل اعمل سبسكرايب دلوقتي على القناة. شارك في القناة عشان نوصل ل 250,000 مشترك في أقرب وقت. فعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. ولينك الانستجرام عندك في الكومنت، لو عندك أي استفسار كلمني هناك. ما تنسوش طبعا تتفرجوا على الفيديوهات اللي فاتت، وانتظروا الفيديو الجاي واشوفكم على خير.